اهلا بيكم حبايب قلبي. وصفة النهاردة غنية عن التعريف، اظن الصورة واضحة جدا قدامكم. النهاردة هنعمل حمص الشام. مين ما يحبش حمص الشام؟ ما اعتقدش في حد الدنيا ما بيحبش حمص الشام. فعلا هايل، كوباية صحية جدا جدا، وجبة عشاء مثالية جدا لينا في الدايت، وكمان مليانة بروتين ومليانة فيتامين سي، وبطريقة بجد هتحبوها زي بتاعة الشارع بالظبط، واحلى كمان وانضف. بصوا كده يا جماعة، والله العظيم لوحة فنية. يعني لو منكم هو مجهز شوية حمص كده وهو عامل الطريقة دي، لان الطريقة دي سهلة قوي قوي وصحية مليون في المية. ازاي؟ اعملوا لايك ويلا بينا على طول على حاجه زي ما المقادير. اتعودنا كده، هناخد المقادير مع بعضينا سكرين شوت ويلا بينا على طول عشان نعمل احلى كوبايه حمص شام في الحياه. عندي حمص شام باي كميه انتوا عاوزينها، دي كانت حوالي كوبايه يمكن او كوبايه وربع حاجه زي كده. نقعتها يعني اتليست اقل حاجه 6 ساعات، بس دي انا نقعها من بالليل، صحيت الصبح لقيتها بالمنظر ده، كبرت معايا وبقت زي القمر اهي. حمص بقى بلدي، حمص سريع، مفيش مشكله خلاص. وعندي هنا طماطم، عندي البصل نسبته بتبقى اقل شويه من الطماطم، عندي ليمون، وعندي حوالي 3 أو 4 فصوص من الثوم. التوابل اللي عندي طبعا بابريكا وكاري، وممكن نحط كركم برضو، وعندي هنا كمون طبعا عشان الحمص، وفلفل اسود وملح. وده بديل للماجي او اللي هي مرق الدجاج، مكعبات مرق الدجاج، ده بديل ليها، اللي هو شوربه الكولاجين اللي عملتها معاكم قبل كده في القناه. هسيب لكم ان شاء الله اللينك بتاعها في صندوق الوصف. طبعا هايله وفيها فوائد كتير جدا، وبعيده كل البعد عن الماجي في الاضرار بتاعتها، لكن بتدي نفس التيست بتاعها، طعمها حلو جدا جدا. على طول كده هنبدا على طول. اول حاجه اعملها، همسك الحمص اصفيه من الميه اللي هو فيها واغسله كويس قوي، واوريكم نعمل ايه ان شاء الله على طول. اول حاجه اجيب الحمص بعد ما غسلته كويس قوي، احطه في الطبق كده تمام، وهغمره بالميه السخنه تمام. عقبال بس ما الميه السخنه تسخن معايا، هعمل ايه؟ هجيب الليمون اللي عندي. الليمون ده انا مش هحتاجه في الوصفه في اي حاجه غير ان انا هعمل الدقه بتاعته، لكن انا عايزه استفيد من الفوائد الموجوده معايا في القشره بتاعه الليمون. فانا هعمل ايه؟ هعصر الليمون معاكم كده. اوكي، حمص الشام طبعا ليه فوائد كتير، كلها تظهر قدامكم على الشاشه دلوقتي، والسعرات وكل حاجه، بجد بجد هايل. وتنفع زي ما قلت لكم، تنفع معانا وجبه عشاء متكامله، وطبعا ينفع معانا سناك في نص اليوم، مفيش مشكله، بس النسبه بتبقى اقل شويه، صحي جدا جدا. وبره بناكله بتبقى طبعا في الظروف اللي احنا فيها دي الاسعار بقت اوفر جدا جدا، احنا نعمله في البيت احسن وانضف واضمن، وما يأذيناش في اي شيء. فوائد قشر الليمون لا حصر لها، برضو هتظهر قدامكم على الشاشه، معجزه من معجزات ربنا علينا، ولازم نستغله يعني افضل استغلال بجد، من كتر ما هو فوائده عاليه جدا جدا جدا. هاخد بقى عصير الليمون ده واخليه على جنب، وهجيب الحمص بتاعي احط فيه قشر الليمون بالمنظر ده. اوكي، وكمان هحط عليه مكعبات الكولاجين او مرق الدجاج الصحيه اللي انا عملتها معاكم قبل كده. اغمرهم بالميه السخنه، لازم تكون ميه سخنه عشان تسرع معايا من عمليه النضج بتاعها اهو. لازم نغمره بالميه كويس، يعني مستوى الميه يبقى اعلى من مستوى الحمص. نقلب كده تمام، ونحطه بقى على النار لغايه ما يتسلق معايا. التوقيت بقى اللي انا حطيت فيه الحمص على النار لغايه ما يستوي معايا، همسك بقى الحاجه اللي انا هحطها بعد الحمص بعد ما طبعا ما يستوي، هجهزها عشان تبقى كل حاجه جاهزه. هاخد البصل، زي ما قلت لكم البصل تبقى نسبته اقل من الطماطم، بالشكل ده كده. واحط الثوم كمان معاه، وهضربه كويس قوي 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 قوي، يعني يبقى ناعم لدرجه اقصى درجه، واضربه كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص اتضرب معايا كويس قوي قوي تمام. في التوقيت ده ممكن اعمل ايه بقى؟ في ناس ما بتحبش البصل والطماطم يبقى واضحين في الوصفه، فبياخدوا الميكستشر ده كده او الخليط ده كله ويصفوه كويس قوي وياخدوا الميه بتاعته. لا، انا برضو عايزه الالياف الموجوده في الطماطم والبصل والحاجات دي عشان استفاد منها لاقصى درجه، فهخليها اوكي. واحط بقى التوابل اللي عندي كاري، بابريكا طبعا دي اساسي، بتديها لون حلو قوي، وعندي الملح والكمون والفلفل الاسود، هحطهم برضو كلهم كده. بسم الله الرحمن الرحيم تمام اهو.
بالشكل ده، ونديهم ضربتين كده وخلاص يبقى كده جاهز معايا. كده هو جاهز معايا. يلا بينا بقى على البوتاجاز ونشوف اخبار الحمص ايه. يلا بينا. بصوا بقى كده معايا على النار، ما شاء الله لا قوه الا بالله. مش قادره اوصف لكم ريحه الليمون، عامله شغل عالي قوي وتدفئه يعني عاليه. بصوا بيطلع على الجناب كده شويه رغاوي. بصوا دي الغازات السامه اللي موجوده معايا في الحمص، فاتخلص منها على طول عشان برضو كمان ما تغيرليش طعم الحمص وتخليه مش لذيذ يعني. خدت كل الابيض اللي موجود على الحروف عشان اقدر اقلب بقى كله بالمنظر ده. بصوا الليمون، انتوا اكيد وصل لكم الريحه. الليمون عامل شغل عالي جدا جدا جدا. الميه بصوا صافيه وبيضه وزي القشطه ازاي. طبعا لسه مش هحط اي حاجه. لما يكون بقى الحمص خلاص داخل معايا على السوا، هبتدي بقى احط الميكتشر او الخليط اللي انا عملته من البصل والطماطم والتوابل والثوم. خليكم معايا. ده حوالي نص ساعه. بصوا ما شاء الله. طبعا كل ما الميه تقل ازودها عادي لغايه ما الحمص يستوي معايا. هعمل ايه بقى؟ طبعا خلاص يعني الليمونه ما بقاش فيها حاجه يا ولده بالمنظر ده. فهعمل ايه؟ هلم كل قشر الليمون اللي موجود معايا في الحمص. طبعا مدي ريحه حلوه قوي، ونخلي كمان لون الميه حلو قوي قوي، صافي كده وشكله لطيف قوي. كل فوائد الليمون كلها بقشرتها كله نزلت في الميه. هشيل بس قشر الليمون كده معايا، اخر واحده اهي. وكمان الحمص فاضل له يمكن 10 دقايق يستوي. انا بحبه مهري جدا على فكره، في ناس ما بتحبوش مهري زي ما انتوا عاوزين، انا بحبه مهري خالص كده زي الزبده. هعمل ايه في المرحله دي؟ هنزل بقى بكل الخليط بتاعي اللي هو بتاع البصل والطماطم والثوم والتوابل اللي عندي كلها بالشكل ده. ليه انزل ليه دلوقتي كده؟ عشان انا عايزاه يتسبك كده مع الميه ويبقى كله لون واحد ويعمل هارموني بقى كده وحاجه اخر دلع يعني. اهو الشكل اللطيف ده. ابتدي اقلبه من دلوقتي. الريحه ملهاش حل اهو بالشكل ده. طبعا في التوقيت ده ان انا ادوق بقى الميه، اشوف محتاجه ملح ومعرفش ايه كده. غير كده مش هعمل اي حاجه ولا هزود توابل ولا اي حاجه. التوابل كلها موجوده معايا في الميكسشر اللي حطيته ده. عقبال ما يجهز معايا ويبقى تمام، هعمل بقى الدقه اللي بتحط عليه وتديله طعم بتاع الشارع بالظبط. يلا بينا بقى الدقه عشان يبقى زي بتاع الشارع بالظبط. هعمل ايه؟ هجيب برطمان عادي نضيف يكون معقم، وانزل فيه بعصير 2 الليمون اللي عندي بالبذر بتاعهم، ونفس الكوبايه كده عشان اخد اخر حاجه خالص في الليمون. هنزل بحوالي يعني ربع او اقل من ربع كوبايه من الخل الابيض. هنزل بيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. نزل بشويه من البابريكا، حاجه بسيطه كده عشان تدي لون بس لطيف. شويه من الكاري بيديها بقى ريحه تجنن. معلقه صغيره كده او ممسوحه من الملح. معلقه صغيره مليانه من الكمون طبعا. شطه طبعا دي اساسي عشان تعلي الحرق معانا. لو مش عاوزين خلاص مفيش مشكله، الشطه طبعا نار حراقه جدا. طيب ناقصنا ايه؟ ناقصنا احنا هناخد كوبايه من الميه بتاعه الحمص. نروح ناخد بقى شويه ونبص على الحمص كمان بالمره. ما شاء الله لا قوه الا بالله، بيبقبق كده وعايش حياته. نستأذن منه كده ناخد كوبايه حلوه من الميه بتاعه الحمص. من غير حمص مش دلوقتي. خدنا يعني كوبايه حلوه كده جميله، نروح نحطها على الدقه حالا. وده بالظبط دقيقتين ويكون جاهز معانا ان شاء الله. ناخد بقى بسم الله الرحمن الرحيم. فيش حمصتين اهم، خليهم بقى على جنب دلوقتي. نقلب بقى كل الكلام ده وتكون جاهزه معايا. هزودها شويه ميه فاترين، تكون كده جاهزه معايا الدقه زي القمر. نغطيها بقى كويس. خلاص هي كده جاهزه معايا. فاضل لنا الحمص، يلا نروح نجيب الحمص. قول بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مش قادره اوصف لكم، انا بنتي واقفالي مستنيه، هي بتعشق الحمص ما اقدرش ازعلها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى كده معايا الحمص. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا جماله. الميه بتاعته كتير، لازم الميه تكون بتاعت الحمص كتير لان ميه الحمص فيها فوائد برضه هتنزل كلها قدامكم على الشاشه دلوقتي، افيد من الحمص نفسه يعني، متخيلين؟ فالكوكتيل بتاعنا هنعمله ازاي؟ هناخد حمص
الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحته تجنن بصراحه، تحفه. دفى بقى للصبح يعني المفروض يعني معلقتين من الحمص، بس انا طماعه شويه فهخليهم 3 عشان بحب الحمص اكتر من الميه. احط الميه بقى كده. وجبه عشاء من الاخر، بجد بجد رائع، اختراع يا كوتش يعني. تمام. ونحط كمان الدقه اللي عندي، نرجها الاول. اوكي، نحط بقى منها على طول كده براحتنا. خلي بالكوا حراقه جدا اهو. ليمون بقى زياده، عايزين نحط شطه زياده براحتكم، بس الدقه دي زي بتاعت الشارع بالظبط بالظبط اهو. خلاص. وبعدين فاينل تاتش بقى، حط كده الليمون، نزوم المنظر اللطيف، ونقرب بقى ونشوف احلى تفاصيل مع بعضين. احلى وافضل مشروب ممكن نشربه في الشتاء، وينفع معانا كسناك وينفع معانا كوجبه عشاء، حمص الشام. لازم يا جماعه تجربوه، فعلا حلو قوي. هاي بروتين طبعا، فيه بروتين عالي جدا جدا، وكمان في فيتامين سي، وفي حاجات كتير قوي قوي قوي. لازم تجربوها. بصوا جماله يا جماعه، حبايه محترمه شكلها تجنن. ندوق بقى كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. مش قادره اوصفه حلو قد ايه والله. البنات الاثنين اللي واقفين لي مستنيين لما مش عارفه اقول لكم ايه. انتوا عارفين حمص اساسا محدش يعرف يقول له لا يعني. ناخد شفطه بقى كده وغيظ بناتي برضو شكله يجنن. بسم الله الرحمن الرحيم. لسعت سخن لازم تقوموا تعملوها منكم. اجيب حتى ربع كيلو من العطار، هيغرق الدنيا معانا. يا رب تكون حلقه النهارده تكون عجبتكم. مش بقى باللايك والشير والسبسكرايب والفيسبوك والانستجرام والتيك توك، وبحبكم جدا جدا جدا. السلام.